أحد الإخوة السودانيين كتب مقال جميل بعنوان هل أنا حرامي؟ يذكر فيه بعض المواقف. أقول لكم هذه المواقف ثم نقيس أنفسنا عليها ونشوف. يقول: كان عندي امتحان للطب في إيرلندا في دبلن، وكانت رسوم الامتحان 309، ما عندي خردة، دفعت 310. امتحنت وانتهيت من الامتحان ومضت الأيام ورجعت السودان، وإذا رسالة جايتني من دبلن إلى السودان: الرسوم 309 وانت دافع 310، وهذا شيك بقيمة 1 جنيه استرليني، أنت أخطأت في الرسوم وإحنا ما ناخذ أكثر من حقنا. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني يقول: كنت وأنا أتردد ما بين الكلية والسكن بالأندر جراوند بالقطار، كنت أمر على بقالة تبيع فيها امرأة، وكنت أتجاذب معها الحديث، أدردش من باب تقوية اللغة ومن باب الدردشة والسوالف، وآخذ منها كاكاو بسعر 18 بنس وأمضي. مرة من المرات رأيتها قد وضعت رف آخر لنفس نوع الكاكاو وكاتبة عليه السعر 20 بنس، فاستغربت 18 وهي 20. فسألتها يعني في فرق بينهم؟ هذا أكيد من دولة ثانية. قالت: لا، من نفس الدولة. يمكن نوع ثاني من الكاكاو؟ لا، نفس النوع. يمكن جودة أفضل؟ لا، نفس الجودة. إذا ما القصة؟ فقالت أن نيجيريا اللي هي تصدر لنا الكاكاو فيها مشاكل، فالكاكاو ارتفع سعره، فهذا من الدفعة الجديدة اللي جات نبيعه ب20 والأولي ب18. يقول: فقلت لها: اخلطي هذا مع هذا وبيعي بالسعر الجديد ب20، ما بيفرق، الناس ما تميز، يعني هذا وهذا نفس النوع، بس هذا 18 وهذا ب20. الحين على هالحال الناس بتاخذ ب18 ما بتاخذ ب20، ليه ما ينتهي ب18 بعدين بيشترون عنك ب20؟ قالت: نعم أدري. قالت: طيب اخلطيهم وبيعهم ب20. يقول: فهمست في أذني وقالت: هل أنت حرامي؟ أنت حرامي؟ يقول: استغربت من الكلمة ومضيت عنها، وما زال السؤال يتردد في أذني: أنا حرامي ولا هي غشيمة؟ ايش رايكم يا أحباب؟ أي أخلاق هذه؟ الأصل أنها أخلاقنا، أخلاق ديننا، أخلاق مبادئنا، أخلاق علمنا إياها محمد صلى الله عليه وسلم، لنراجع أنفسنا.